السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كنتمنى أنكم تكونوا بخير وعلى خير، ويلقاكم هذا الفيديو إن شاء الله بأحسن الأحوال. قبل كل شيء نقول لكم رمضان كريم، تقبل الله طاعتكم وصيامكم وقيامكم إن شاء الله يا رب العالمين. إذا كما كتشوفوا قصتنا اليوم عبارة عن طبق أو وصفة مغربية تقليدية اللي هو أملو، اللي ممكن نقولوا أنه هو عبارة عن زبدة اللوز لكن بطريقة مغربية. اذا خليكم معنا باش تشوفوا الطريقه والمقادير ان شاء الله، اللي هي بسيطه ما كتحتاج مقادير كثيره. وثاني حاجه مناسب لمرضى السكري. ومهم خليكم معايا باش تشوفوا المراحل ان شاء الله. اذا اول حاجه كنبداو بها هو كناخذوا اللوز. اوكي، كناخذوا اللوز وكنحمروه في الفرن. بطبيعه الحال لازم اننا نردوا البال باش ما يتحرقش لينا. اذا هنا من بعد ما حمرت اللوز كما كتشوفوا وهو باقي سخون كيحرق. المهم كما كتشوفوا هذا هو يعني اللون اللي بغينا في اللوز. اذا هنا بطبيعه الحال غادي ناخذ الطحانه اللي كطحن مزيان، اي طحانه عندكم. انا عندي هذه ما شاء الله عليها، كلشي كيعرفها. اذا غادي نحطوا الكميه. انا عندي الكميه تقريبا واحد نص كيلو. اذا بالنسبه للكميه ديال اللوز او يعني كترجع لكم ديروا نص كيلو، كيلو رابعه، 2 كيلو، 5 كيلو. المهم نتوما كتشوفوا شنو هو المستطاع. بطبيعه الحال غادي نطحنوه يعني على دفعات. هنا نقدر نقول لكم بالنسبه للناس اللي ما كيتوفروش على اللوز او لا كيجيهم اللوز غالي، فممكن انهم يعوضوه بالكاوكاو او الفول السوداني، لكن هي الوصفه الاصليه هو عباره عن لوز، يعني خليط ديال اللوز. اذا هنا من بعد ما طحنت يعني بالمرحله الاولى كي كتشوفوا ضروري اننا نوقفوا ونهبطوا الجوانب ونحركوه مزيان. ونعاودوا نطحنوا. بطبيعه الحال هنا ضروري كنحيدو. المهم هنا بغيت نقول لكم بالنسبه اللي عنده كميه قليله ديال زيت ارغان او يعني انا كان عندي زيت ارغان، عندي كميه كبيره، فهنايا ما طحنش اللوز حتى تنيل او حتى خرج الزيت ديالو. خليته بهذه الطريقه هذه. بغيتو شويه يكون يعني مقرمش او كرانشي، فهنا كنضيفوا زيت ارغان. هنايا تقريبا كتبقى على حسب الكميه اللي بغيتو وعلى حسب القوام اللي بغيتو. اللي ما متوفرش عنده زيت ارغان، زيت ارغان هو عباره عن زيت يعني معروف في المغرب. اللي ما متوفر زيت ارغان فممكن انه يستعمل زيت زيتون. بطبيعه الحال زيت زيتون اللي ما يكونش يعني مجهد باش ما يعطيناش داك الطعم يكون مجهد ديال املو. اذا هنا كنحاولوا نطحنوا. هنايا ملي كنضيفوا داك الزيت كيحاول اننا نطحنوا اكثر باش كيخرج لنا داك اللوز، يخرج لنا الزيت ديالو. ولا شفنا انه باقي عاقد فكنزيدوا الكميه ديال الزيت. انا عندي زيت ارغان كما قلت، ممكن تعوضوه بزيت الزيتون. اذا صافي هذه هي الكميه اللي درت، يعني تقريبا ما كملتش واحد الكاس، وخليته كيطحن باش داك اللوز اللي عندي يطلع الزيت ديالو حتى هو. اذا في هذه المرحله بالنسبه للناس المرضى السكري فانه هذا كنتوقفوا. انا غادي نضيف ليه شويه عسل لانه عندي غادي نهديه لواحد الشخص، غادي نهدي لهم الاملو، فضروري انني نحليه. فغادي نحليه بالعسل الحر بطبيعه الحال او العسل الطبيعي. حتى الكميه يعني ما كثرتش كما كتشوفوا، هذه هي الكميه اللي درت تقريبا واحد المهم ما كامله حتى معلقه كبيره. وهنايا بلا ما نستعملوا عاوتاني الخلاط فكنخلطوا غير بالسباتول كيتخلط بسرعه. بالنسبه للقوام ديال املو نتوما كتختاروا، بغيتوه يكون سائل فكتضيفوا الكميه ديال الزيت، بغيتوه يكون عاقد فكتخليوه بهذه الطريقه هذه. انا بطبيعه الحال يعني خليته ما بين وبين، يعني ما خليتوش سائل بزاف. وهذه هي النتيجه النهائيه ديال املو او زبده اللوز بالطريقه المغربيه.
صحي بطبيعة الحال، وخصوصا في رمضان، عوض ما نديرو مثلا بالبغرير الزبده والعسل نديرو مع املو. المهم حنايا المغاربه راه كنعرفوا كيفاش كناكلو املو. اذا هذا هو النتيجه النهائيه ديال زبده اللوز على الطريقه المغربيه. كنعاودها لانها فيها خلطه ديال زيت ارغان وعسل طبيعي ولوز. وكنرجع نقول اللي ما عندوش اللوز ممكن يديروا الفول السوداني او يديروا مزيج ما بين الفول السوداني وكميه من اللوز. اذا هنا جينا على نهايه الفيديو. كنتمنى ان الفيديو يكون نال اعجابكم، كنقول لكم يعني السموحه انني ما كنزلش وصفات كثيره لظروف. اذا المهم ان شاء الله هذا الفيديو يلقاكم في احسن الاحوال، ورمضان كريم والله يتقبل. اذا كي كتشوفوا هذا هو القوام، انا كي قلت لكم انا بغيته بهذا القوام هذا، يعني ما يكونش خفيف. اذا نقول لكم مع السلامه وفي امان الله، الى فيديو قادم ان شاء الله.